سيدنا الإمام الحبيب حامد بن عمر إمام مسجد بعلوي عندما حج وذهب إلى المدينة المنورة وجلس في أخريات المسجد، وكان أخدام الحجرة النبوية الذين يسمون بالأغاوات، فبينما ذلك الخادم في داخل الحجرة النبوية وظهرت له إشارة أن ينادي في الناس ويطلب حامد بن عمر التريمي الحضرمي العلوي ويأمره أن يتقدم إلى قرب الشباك حتى يراه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج ذلك خادم الحجرة وهو ينادي: يا معشر الحقيق، أفيكم حامد بن عمر العلوي التريمي الحضرمي؟ أول صوت وثاني صوت، فلما كان الصوت الثالث أجابه وقال: لبيك أنا حامد بن عمر، ماذا تريد مني؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تتقدم هذا حتى يراك ويلتقي بك.